لمفاجأة الكل، كل واحد استلم رسالة حتى مستر سلطع. في الأول ما كانش عايز يروح، بس المرسل كان باين إنه عارفه كويس، وجوه المظروف كان فيه عملة معدنية ضخمة. ساعتها مستر سلطع افتكر إنه زمان في مخيم المرجان كان شايل صندوق فلوس هناك، ولأنه اتجمع يستاهل. الكل ركب الأتوبيس ومتجهين للمخيم. كان في شعور كأنهم رجعوا بالزمن، وكلهم رجع شكلهم زي ما كانوا صغيرين. أول ما وصلوا مستر سلطع انتهز الفرصة وتسحب عشان يدور على عملته المشتاق ليها. مدام نفيخة شافت المكان متبهدل وحست إنهم اضحك عليهم ولسه جايين يمشوا. فجأة كوتش العربية فرقع واضطروا يستخدموا النفق القديم. الكل قلق وتوتر إلا الست الغنية اللي طلبت طيارة هليكوبتر وركبتها فوراً، وما كانش حد عايز يفضل. فأول ما الطيارة طارت الكل شبط فيها، وفي الآخر الطيارة عطلت تماماً بسبب حتة حديد بسيط بشكل غير متوقع. ما كانش حاسس بتعب، ومستر سلطع لسه بيدور على الذهب. الكل اتجمعوا بيحاولوا يلاقوا طريقة يخرجوا بيها، وفجأة سبونج بوب أخد باله إن مستر سلطع اختفى في ظروف غير معلومة. في الوقت ده مستر سلطع كان وصل للكنز وبدأ يحفر، وأول ما فتح الصندوق الخشب دخل لجوه بسرعة عن طريق شخص هناك. الكل سمعوا صوته بينادي وهو مبسوط جدا، فسبونج بوب شجعهم يروحوا يتبسطوا. وفجأة سمعوا صوت موتور وافتكروا إن فريق الإنقاذ وصل، وطلعت الممرضة هيلجا جاية تحضر التجمع في الوقت المناسب. الكل راحوا للكوخ الخشب القديم بتاع زمان، ولما فتحوا الباب لقوه متهالك جدا. يا دوب 2 قعدوا على الكنبة، وفجأة دخلوا لجوه بسبب الشخص ده. الست الغنية تفاجأت، وقبل ما تقلق الإيدين دي لمست كتافها واتحركت لجوه هي والمساعد بتاعها. لما أخدوا بالهم إن عددهم بيقل، جوبي اقترح يدخلوا الغابة يدوروا عليهم مع بعض، وجهزوا نفسهم واتحركوا. وفجأة الأداة اللي في إيد بسيط فلتت، ولسه بيجيبها شاف الإيدين الضخمة دي واتحرك لعمق الغابة. ساندي كانت ماسكة شاكوش تحمي بيه نفسها، ولفت لقيت الشخص ده قدامها ولسه هتحمي نفسها، أداتها اتكسرت وراحت معاهم. ساندي سألته: مسرح الكليمبر هو ده المكان اللي مخلي فيه كل الناس؟ بتعمل كده ليه؟ رد: عشان ده تسلية ولعب. إلمو: أهلا يا ساندي. واتضح إنه لما مشيوا من سنين نسي يركب الأتوبيس وفضل قاعد هنا، وعشان كان زهقان حب يعزمهم على تجمع، وأخد ساندي الأوضة التانية. وأخيرا الكل اتقابلوا واتجمعوا سوا من تاني.